السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من أخينا الفاضل. بيقول تقدر تعمل مقارنة بين ايفون 16 برو ماكس وسامسونج جالاكسي اس 25 الترا؟ بعرف اعمل مقارنة، يعني ممكن انزل مقارنة المرة الجاية، بس مش بعمل مقارنات لايفون ولا بعمل مراجعة لا للايفون تماما. انا بعمل مراجعة لموبايلات الاندرويد بس. اقول لك ليه ما بعملش مراجعات لايفون؟ لان محدش بيشتري ايفون اصلا. اللي عاملاه شركة ابل، نسبة الناس اللي بيشتروا الايفون 10%، يعني حوالي 9,500,000 اساسا. الايفون مش ليه اي 30 لازمة، وكمان ضمان دولي وضريبته توصل ل 41,000 جنيه في الموبايل ايفون 16 برو ماكس او احدث موبايل او غيره يعني. والعيب التالت يعني ان هو مقاطعة، ومش بحبه وبكرهه من اساسا، وبيدعم اسرائيل دعما رسميا، وكمان ليه كوارث كتيرة قوي. العيب انه بيسخن، ولما تيجي تفتح كلمة المرور بالغلط يقول لك الجهاز مغلق، لازم تعمل له سوفت وير، لازم تروح عند راجل فني عشان يعمل لك سوفت وير. وكمان المشكلة التانية انه عايز تطبيق مخصص، مش اي تطبيق تاني زي اندرويد. فانا مش بحب اعمل مراجعة لايفون. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. واخر حاجة تصلي على النبي. مش عايز اقول اكتر من كده.